ايه رأيك نحط الفوتيه ده هنا؟ ايه حسبي احنا قلنا ايه؟ ايه؟ انت حامل ومش ضروري تتعبي نفسك كده، لازم تستريحي. اقوم انا قبل ما حد يجي. ده سامي. سعيدة يا عمي. سعيدة يا ابني. شفت الصالون للسيل اللي بابا جابهولي؟ الله، هو جه؟ لا ده حاجة عظيمة خالص. 225 جنيه. وقت السفرة بكام يا بابا؟ 175. ياه، وادي انتوا ما بقالكوش شهر واحد في البيت والشقة كلها اتفرشت. اديله القايمة يا سعاد، خليه يمضيها. طبعا هات يا سعاد. اتفضل. اتفضلي يا ستي. مبروك يا ستي. ميرسي. بس حقك بقى يا بطل تشد حيلك شوية وتكمل اللي ناقص. ان شاء الله ان شاء الله. انت بقالك كتير يا سامي تقول لي ان شاء الله ان شاء الله. ونعمة بالله يا بنتي، امال هيقول ايه؟ انا اصل يا مدي بدور على شغل بعد الظهر، وان شاء الله بس لما ما هو كمان مش معقول الشقة تفضل فاضية كده. عاوزين ستاير للصالون والسفرة والصال، وستاير اوضة النوم لازم نغيرها كمان. طب ودي نغيرها ليه؟ ما هي كويسة. دول كنا بنستعملهم في البيت القديم في الحلمية، ما نقدرش نستعملهم في الزمالك. هو بس يا عمي ستاير ايه اللي هنشتريها دلوقتي؟ ده المطبخ كله ناقص لسه. فكرتني، عاوزين نشتري فريجدير ضروري. إيه؟ الصيف طالع علينا ولا يمكن نقدر نستعمل قلل في الزمالك. وطبعا مش معقول تشربوا من الحنفية. يا خبر يا بابا، نشرب من الحنفية؟ يا ستي لو كانت القلل مش عاجباكي نبقى نجيب حتة تلج ونحطها في الحلة. نعم، نجيب تلج ونحطه في حلة؟ ده احنا في الزمالك يا بيه، عاوزهم يضحكوا علينا. فعلا يا سامي يا ابني، مسألة التلج في حلة مش معقول تحصل في حي بالشكل ده. اما اقوم انا بقى يا اولاد واسيبكم تدبروا اموركم بمعرفتكم، انا مش عايز اتدخل في شؤونكم الداخليه. سلام عليكم. مع السلامه. يا وهيبة. نعم يا ستي. هاتيلي معاك كوباية مية، خلينا ناخد الدواء. حاضر. اهو فات على الغدا يجي نص ساعة وزيادة. اتفضلي يا ستي. اما نشوف اخر الدواء ايه. خير ان شاء الله. دواء قبل الاكل ودواء بعد الاكل، وده للمعدة وده للمصران، والواحد حالته بقى تصعب على الكافر. ربنا يزيح عنك يا ستي. سعيدة يا موهيب. سعيدة يا حبيبي. سعيدة يا ماما. سعيدة يا ابني. الله، ايه مالك؟ تعبانة يا سامي. الله، انت مش كنت خفيت الشهر اللي فات؟ والنبي يا ابني العيا ما كان فاتني، غيرش بس الواحد بيقاوح. لا بأس عليكي. وجالك الدكتور؟ جالي وقال لي عيد الدواء القديم، وكتب لي على